الام دي كانت بتزور ابنها، بتخبط على الباب، فتحت لها مرات ابنها، استقبلتها استقبال مش كويس ودخلت وسابتها. فالابن لسه بيرحب بيها، فمراته قالت له انت لسه هتسلم عليها؟ ادخل اعمل لها حاجه تاكلها علشان تمشي. الام قالت له استنى، انا مش عاوزه حاجه، انا جايه النهارده عشان عيد ميلادك وجايبه لك معايا هديه حلوه. قالت لها ان هتكوني جايبه ايه يعني؟ ادخل اعمل الاكل خلينا نخلص. فللاسف الزوج ما عندوش شخصيه، دخل المطبخ علشان يجهز الاكل. في الوقت ده جرس الباب رن، اخوه. فالابن اول ما شاف والدته قال لها يا امي انا بمر بظروف صعبه جدا وكنت جاي عشان استلف فلوس من اخويا، بس رغم كده ما تشيليش هم حاجه خالص، انا برضو اللي هقدر عليه هبعتهولك، وخدي الفلوس دي يا امي خليها معاكي. الام ردت عليه وقالت له ما تشيلش الهم، انا بعت البيت القديم وكنت ناويه اقسم الفلوس بينك وبين اخوك، انت احق بيها، ده مش ورث، ده فلوسي وانا حره فيها، واديها للي انا شايفه ان هو يستحقها. ايه رايكم في تصرف الام؟ هل اللي عملته ده صح ولا غلط؟ منتظره ردكم في التعليقات، وصلوا على النبي.